السلام عليكم. ان شاء الله غنحضر معكم واحد الكلاص ديال الشوكولا والبسكويت كيجي رائع يا سلام، يبرد عليك في هذا الصيف ويخلي اللي داقو يسولك على الطريقه. وقبل ما نبداو نتمنى تدعموني باللايك ويلا نبداو على بركه الله. اولا كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب، نضيفو بودره شونتي، كنخلطوا المكونات بالخلاط الكهربائي، حليب بودرة ما يعادل 100 غرام تقريبا، نضيفوا فلان ديال الشوكولا، كنخلطوا المكونات مزيان حتى ينسجموا المكونات. موراها نضيفو جوج ديال دانيت النكهة بنكهات مختلفة، نخلطو مرة أخرى مزيان حتى كيولي القوام على هاد الشكل. كنضيفو واحد أوريو مكسر زائد قطعة ديال ماروخة، أي حاجة كانت عندكم متوفرة. أنا كان عندي أوريو متوفر وماروخة عملتهم، انا اخترت هذه الماركه اللي معروفه. كنغلفوا المول بالسلوفان ونفرغوا الخليط ديالنا بهذا الشكل. ثم نغطيوه وندخلوه للمجمد ديالنا حتى يجمد، على الاقل نخليوه 6 ساعات. من بعد ما جمد الكلاص ديالنا كنزينوه كما كتشوفوا معنا بشويه ديال الشوكولاته مقطعه اطراف صغار، خطوط من الكراميل، وشويه ديال اوريو اللي خدمنا به سابقا، وشويه ديال الشوكولاته مقطعه اطراف صغار. اي حاجه كانت عندكم متوفره يمكن لكم تزينوا بها. انا اخترت هنايا كما كتشوفوا اوريو والشوكولاته مقطعه اطراف صغار. كما كتشوفوا معنا كيجي كلاص هماوي كيحمر الوجه. الصراحه ما نعاود لكمش، انا قيسته حمقني صراحه، واعر واعر ولا اروع. كلاص كيجي معلك بنين يحمر لك وجهك، ما تحشمش مع الضياف ديالك ويبرد عليك في هذا الصيف كما كتشوفوا معنا. كيجي صراحه ولا اروع. المهم وصلنا نهايه ديال الفيديو، كنتمنى يعجبكم المقطع وتكونوا استفدتوا منه. السلام عليكم.